ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك الضغط على الجرس موجود تحت الفيديو كذلك باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وفاء كويزين للطبخ. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم السردين معلب، يعني كيفية التحضير ديالو. كاين الناس اللي كيعجبهم السردين معلب بزاف، ولكن ما كيبغيوش ياخذوه، يعني داكشي اللي فيه مواد حافظه. بالنسبه اليوم غادي نقدم لكم سردين معلب في المنزل، يعني فيه كل شيء طبيعي 100% وناجح كذلك 100%. غادي نحتاجو هاد الكميه ديال السردين، تقريبا هنا عندي نص كيلو ديال السردين ولا اكثر شويه من نص كيلو. كما كتشوفوا السردين نقيتو، حيدت له السلسول. الناس اللي ما بغاوش يحيدوا له السلسول ما يحيدوش له، على حسب اختياري. غادي نحتاج هنايا نص كاس صغير ولا ربع كاس ديال الخل. عندي هنا كاس ديال العنبه ما بين زيت المائده وكذلك زيت الزيتون، زيت البلديه. هنا نص كاس درتو زيت البلديه ونص روميه، نص كاس الماء، معلقه ديال القزبر. هذا القزبر حبوب، تلاحظوا قزبر حبوب. عندي الكمون، تقريبا نص معلقه الكمون صغيره. الملح اختياري على حسب اي واحد كيف يبغيه مالح ولا يبغيه يعني شويه. عندي هنا صوص ديال الثوم، تقريبا 3 فصوص ديال الثوم. عندي فص هنا صغيور 3 الثوم. وانا اختاريت هنا انني ندير شويه ديال الزعتر. كما كتعرفوا ان الزعتر تيواتي الحوت، كيجي رائع معه. كما كتلاحظوا غادي نديرو ان شاء الله اليوم. هانتوما شفتوا يعني معلب، السمك المعلب كيجي رائع، يعني الدراري الصغار، السلطات اللي كتبغيو نزيدوا ليها الحوت ولا ناكلو هكاك، كيجي رائع وغزال. على بركه الله غادي نبداو. كما كتلاحظوا غادي ناخذ كوكوط طنجره ديال الضغط. غادي ندير فيها هنا الخل، قلت لكم ربع كاس الخل كبيره ولا نص كاس صغيره. غادي نديرو الماء، نص كاس ديال الماء. غادي ندير هنا عندي كاس ديال العنبه ما بين البلديه والروميه. غادي ندير الكمون، كمون هنا غادي ندير تقريبا نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره صغيره كذلك ديال القزبر، قزبر حبوب. غادي ندير شويه ديال الزعتر. كما قلت لكم الزعتر كيعطي واحد المذاق، نحكو شويه هكا نطلقوا. الزعتر كيعطي واحد اللذه زوينه مع الحوت. اللي ما بغاش الزعتر ما يديروش، يقدر يديروا اوراق سيدنا موسى حتى هما كيجيو زوينين، ينسم يعني بالنسمه اللي بغا. غادي ندير هنا صوص ديال الثوم، تقريبا غنقطعهم على قطع صغيره هكا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال هاد الحوت معلب، غادي نحط بعدا واحد هكا مزيان. غادي نحط الحوت ديالي، غنحطو هكا مسدود بالطريقه هذه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالو، غادي نشعلو عليه النار وغنخليوه البوطه مجهده حتى نحسو به بالكوكوط غتبدا تصفر. عاد نقصوا عليه حتى الاخير، يعني نخليو البوطه ناقصه. انا سفتو كامل شفتو. غادي ندير الملحه قلت لكم اختياريه على حسب كل واحد وشنو بغى. اللي كتشوفوا انا راني درت الحوت ملي كملته نضيف له الملحه قلت لكم حسب اختياريه. غادي نحركو بحال هكا غير شويه بحال هكا. قلت لكم الطريقه ديال الطياب ديالو، غادي نديرو فوق نار يعني مجهده، غنجهدو عليها وغنخليو حتى يبدا يصفر لنا الكوكوط. ملي بدا تصفر غادي نقصو عليها وغنتسناوه يطيب. بالنسبه للطياب ديالو تقريبا 15 دقيقه
غادي يكون طاب لينا ولا تقريبا يعني 15 دقيقه على حسب الكميه ديال الحوت اللي درتو. نتوما غتشوفوا عينكم ميزانكم، تحلوا عليه وعاد تشوفوا. الا لقيتوه باقي هو راه الماء ديالو، الماء منه راه كيتحيد الماء كامل، كتبقى غير داك الزويته اللي درنا، كتبقى الزيت والحوت، هادشي اللي كيبقى. اما كما كتلاحظوا هي بقات عندنا غير الزويته فقط، الخل ما بقاش، حتى الماء ما بقاش. هي اللي قلت لكم حنا باغيين نوصلوا لهكا، تبقى غير الزويته والسردين ديالنا. هو السمك المصبر ديالنا كي تيجي السردين كيجي رائع وكيجي زوين. ها نتوما انا درتو هنا في دي بواط اللي نقدر نديرهم في الثلاجه بالزيت ديالو، نقدر نديروه في الثلاجه ويبقى معايا يعني وقت طويل. تنديروه في لي صالاد كما قلت لكم، يعني في لي بيتزا، في اي حاجه بغيتوها كيجي زوين وبنين. هنا ها هو كيفاش كتقدموه بداك الزيت ديالو، كيجي رائع وزوين. ما عليكم الا تجربوه، وما عليكم كذلك الا تخليوا لنا التعليق ديالكم، والى عجبكم الفيديو تبارطاجيو كذلك الى عجبكم مع الاصدقاء ديالكم باش تعملوا الفائده. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.